ازيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتنا افكار وابتكار. النهارده زي ما انتم شايفين كده جايبه لكم فكره، هي تبان غريبه شويه بس بجد هي فكره جميله قوي، وانا جايبها لكم بصراحه. النهارده مش قصدي فيديو، انا قصدي ان انا حاجه استفدت منها، وعشان بحبكم في الله قلت افيدكم معايا، لان في ناس كتير بتحب تربيه العصافير بس بجد بتزهق وبتتعب جامد من تنظيفها. وبعد الفكرة دي الحمد لله، يعني بعد ما عملتها والله انا بقيت بحب تربية العصافير، ما عدتش حاسة بيهم اصلا. الناس اللي بتربي العصافير بقى هتبقى فاهمة كلامي وحاسة بيا ان كل تقريبا ربع ساعة قشر لب وسوري وقشر دنيبة ومية وبهدلة، وبالذات بقى لو على سجاد. اتفرجي بقى، الفكرة دي بتحافظ على كل حاجة جواها، ما بينزلش ولا نقطة تراب ولا نقطة اكل على الارض، بتنضفي عادي خالص. وكمان عاملاها المرة دي بشكل كفر رمضاني، بما ان احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يعني هتبقى مناسبة قوي وكشكل زينة، وفي نفس الوقت هتحافظ لك على نظافة البيت. نقول عملنا الفكرة دي ازاي. لو لسه مشتركتيش في القناة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل الكفر ده ازاي ومحتاجين فيه. اول حاجة بتجيبي نص متر قماش كده زي ما انت شايفة، وحلو قوي القماش اللي هو بتاع رمضان ده بصراحة، عشان ما بيسربش اكل ولا يعني، بتبقى القماشة ما بتوقعش حاجة، وفي نفس الوقت خفيفة قوي، بحيث ان انت لو غسلتيها 5 دقايق وبتروحي ناشفة وبتروحي ملبساها له تاني او حطها في القفص تاني. بتتنيه كده زي ما انت شايفة، النص متر معاكي بتسيبيه بالطول. هنعمل ايه؟ هنخيط كده ايه الجنبين، الجنب ده الصغير ده والصغير ده، انت شايفة كده بتوسطنيهم مع بعض وبالإبرة. وهي للآخر بس كده. احنا قفلنا الجنب ده، نفس الفكرة هنعمل برضو الجنب التاني، نفس الموضوع. خيطنا الجنب ده وخيطنا الجنب التاني. طبعا العصافير يعني عاملين الواجب معاكم وقاعدين بيحيوكم. بتفردي القماش، مش بتاخدي بقى المرحلة دي، مش بتاخديهم على بعض، لا بتاخدي في ناحية واحدة على مسافة 2 سنتي كده او 1.5 سنتي، علشان تدي مساحة للاستك. وبتمشي بقى ايه كده داير ما يدور. يعني بتفضلي ماشية كده على التانية دي لغاية لما بتخلصي النص متر كله، يعني المسافة دي كلها كده. ديت جاهزة اهي وخلصناها. بتبقى معاكي بالشكل ده. بتسيبي هنا حتة كده مش متخيطة علشان الاستك. يعني بالتقريب كده بتقيسي الاستك على مقاس القفص، على حسب بقى حجم القفص عندك. يعني تقريبا انا هحتاج ايه الحتة دي كده. وبتبدأي في الفتحة اللي احنا قلنا سايبينها دي، تبدأي بقى تدخلي الاستك وتلفيه بقى معاكي داير ما يدور.
لغاية لما بنخلص كله. وبكده لفينا الاستيك. كل المرحلة دي نبدأ نربطه كويس علشان مع الاستعمال ما يفكش. هنبدأ بالإبرة نخيط الحتة اللي مفتوحة دي، ندخل الاستيك جوه، واحنا زي ما قلنا في الاول ان احنا كنا بنخيط القماشة على ظهرها اهي كده. بقى معانا نقلب القماشة من الزاويتين وبالشكل ده. بقى معانا احلى كفر القفص العصفور، وهيريحك كتير، وكمان شكله مبهج وشكله حلو قوي في رمضان او في اي وقت كمان، حلو كزينة. لو عجبتك الفكرة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.